السيستم عندنا بينقسم ل3 مراحل، اهم. قبل العملية، أثناء العملية، وما بعد العملية. قبل العملية مهم جدًا هو التقييم، تقييم الحالة كلّها، سواء كان مقابلة شخصية أو كانت Zoom أو video conference لمريض من خارج مصر يعني. في أثناء المرحلة اللي قبل دي مهم جدًا بنأكد على كذا حاجة، زي ما قُلنا بنشوف الحالة هي أول مرّة والّا إعادة والّا ترميم، بنشوف إيه هي مشاكله، بيشتكي من إيه وعايز يوصل لإيه، بنقيّم الحالة الوظيفية للأنف، بنطلب منه يعني أشعة، بنطلب منه تحاليل عشان نشوف الحالة العامة لجسمه ونطمن على الحالة الوظيفية والداخلية للأنف. فاقدر أقول له بعد ما بابقى فحصت الصور وفحصت العيان وفحصت كل ده، إيه هي الأنف المناسبة ليه اللي أقدر أساعده بيها، إيه هي الإجراءات اللي محتاجينها، سواء كنت محتاج آخُد أي تعويضات غضروفية والّا حاجة لو كانت حالة ترميم، باشرحها له إزاي وبيبقى من خلال إيه بالضبط. مهم جدًا أشرح له تفاصيل العملية الsteps باختصار عشان يبقى فاهم هنعمل إيه، وما بعد العملية إيه المراحل اللي هيعدّي عليها عشان يبقى فاهم كل خطوة بالضبط هيخشها، والنتيجة النهائية هتبقى في خلال قد إيه، وكل التفاصيل دي. اهم. بعد ما بنخلّص المرحلة دي وجِه وقت العملية، مهم جدًا اختيار المستشفى. إحنا دايمًا كل عملياتنا في مستشفى كبير